السلام عليكم، نتمنى تكونوا بألف خير. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو. هذه القضيه عندنا قضيه مصريه فيها هاد السيده مع هاد البنت تاعها اللي في عمرها 20 عام. الام توفات نتيجه قتلها من طرف البنت ديالها مع واحد كيقولوا العشيق، والله اعلم. كيصغرها بكثر من يعني 5 سنين. يعني الصحف كتقول ان عنده بين 14 عام حتى 17 عام، يعني ما كيقولوش السن بالتدقيق، لكن مع التحريات كتقول الصحف المعلومات اللي كتجيهم من النيابة ان البنت بريئة، ماشي هي اللي قتلت الام ديالها. لان فاش دخلت الشرطة لقاو الام غارقة في الدمايات، وباعتراف البنت مع العشيق قالوا بان ماشي انا اللي كنقول عشيق، ولكن الصحف كلها كتقول هذه الكلمه. قالت بان الام دخلت لقاتهم في شي وضع مخل، فغادي يقتلوها بجوج بيهم. هذه الصوره من الام ديالها اخر ما لاحت في الفيسبوك على بنتها ملي تخطبات من واحد الرجل محترم. مع العلم انا كنقول لكم هذه البنت راها مخطوبه وقتلت الام ديالها مع العشيق، ولكن الله اعلم. التحريات مازال والابحاث مازال مستمره باش يعرفوا واش الطفل قتلها بوحدو او لا مع البنت ديالها. لانه في الاول اعترفت وقالت بان الام ملي ضربها الطفل عفوا، يعني بقات كتقول لهم خليوني غير نشهد. يعني خلاوها مسكينه تشهد 3 مرات. هو يقول لها هاد المجرم كفايه كده، يعني بالمصريه صافي برك عليك، وعاود زاد ضربها حتى تاكدوا بان توفات. البنت قالت لهم دارت الماء يعني غليان وخواتو على الام ديالها باش تاكد بانها ماتت، وسدت الباب وخرجت. كتقول لصاحبتها اللي اتصلت بها صاحبه ماما بان ماما راه شي واحد عيط ليا وقال لي راها في المستشفى. مشاو يعني كيقلبوا في المستشفى مخلوفين، قلبوا ما لقاوش. الصديقه ديال ماماها شكت في الارتباك ديالها عفوا، فغتصل بالزوج ديال القتيله او الاب ديال البنت، غتقول ليه سير شوف البيت واش كاينه. يعني الزوجه ديالك رانا حنا كنبحثوا عليها في المستشفيات، قال لنا شي واحد راها دارت شي اكسيدون او دارت شي حاجه في المستشفى. فهنا المفاجاه، غيمشي الزوج غيلقاها ميته وغارقه في الدمايات. ملي غتجي الشرطه غيستدعي الشرطه، ملي غتجي الشرطه غيكتشفوا واحد هما يعني البنت والعشيق داروا واحد يعني خربقوا الاثاث بحال بغاو يبينوا للشرطه بانها راها قضيه سرقه. فهنا الطفل اللي هو صديق، يعني اخ البنت اللي هو صديق هذا الطفل القاتل، غادي يبان ليه واحد التيشيرت ديال هذا القاتل. غيقول لهم هذاك التيشيرت راه كان لابسو فلان، يعني القاتل راه كان لابسو فلان، واش كيدير هنا في البيت عندنا وفيه الدم. تما غادي يكتشفوا بان الدري عنده ايد في القضيه. فاش ملي غيجيبوه كما قلت لكم غادي يعترفوا في الاول، لكن مع التحريات ومع الاخبار اللي دابا رائجه في مصر في الصحف بان البنت بريئه، واش كان كيهددها بشي حاجه، واش قال لها تعترفي بانك قتلتي معايا، الله اعلم. مازال التحريات جاريه لحد هاد الساعه، ومازال ما تاكدوش واش القاتل الطفل بوحدو قتل يعني السيده او لا معاها، يعني بنتها قتلت معاه، شاركت معاه في هذه الجريمه. كنتمناو ان العداله يعني يكتشفوا الحقيقه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحم هذه السيده.